الاسم الحركي بشار سرين، اسم الثلاثي بشار علي خليل، مواليد 98، سكان سرين ومواليد سرين، ولدت بسرين، وبطلت من المدرسة مشان أساعد أهلي بالمعيشة، وكوضع القرية عندنا يعني شوي تعبان، بحالة المادية تعبانة شوي. عدد عائلتنا إحنا 5 شباب و4 بنات، طلعنا جينا من سرين جينا على منطقة الرقة، على محافظة الرقة. طبعًا هين كان حكم تنظيم داعش، وشفنا مثل ما يقول ضغوطات منهم، وشفنا كقصاص، وشفنا إجرام يعني، وكان شلون الحسبة تكبس على البيوت مثلًا، تشوف مرة لابسة مثلًا درع أو شيء لباس أسود كانوا يشيلون النسوان كمان، وشفنا ضغوطات منهم كتير، وكان نسمع بالرفاق، سمعنا بالرفاق وسمعت عن قوات أبو ليلى، شمس الشمال. طلعنا عاد مشت حملة غضب الفرات، وصلت ساجيت تل السمن. طبعًا عاد إحنا طلعنا من الرقة، إحنا وصلنا الرفاق على ساجيت تل السمن، الرفاق تلاقونا هناك شلون غير المعاملة يعني، وإحنا سمعانين عنهم إنه ما ينوصفون يعني زينين بالحيل يعني. وكان روح غادي ولقيت ولد عمي غاد وقرايبي كلهم غاد، منضمين مع قوات أبو ليلى، شمس الشمال. يعني فكرهم دخل براسي يعني، وكان أطلع مع رفاق على قوات شمس الشمال، ربطنا مقطع الحجر، مقطع الحجر صاير جنوب منبج لغربي. ظليت 3 شهور مع الرفاق، طبعًا هنا ماني مسوي دورة، بس الرفاق هنا بالنقطة علموني كيف أستخدم السلاح وكيف أرمي، ورميت بيها تعلمت. عشان تمشي حملة توسيع منبج، حملة توسيع منبج عاد هنا لسه ما مسوي دورة بس فت بيها. التايهة، قرية تايهة فتنا عليها، المغبلة، جم مخزوم، هذول المناطق احنا فتنا عليهم توسيع حملة منبج. خذينا النقاط عاد ثبتنا نقاط، هنا عاد تلاقينا احنا والجيش السوري المخلوع، تلاقينا احنا وياهم هين. طبعًا هنا الطيران الروسي قام يقصفنا، قام الطيران الروسي يقصفنا، قام يقصفنا بالطيران يضربنا عنقودي. وكان ثبت النقاط عاد ثبتنا نقاط، بعد ما خلصنا نقاط جم خطوط الرباط رابطوا مدانا احنا رجعنا لورا. عاد جن اسامينا بدنا نلتحق على الدورة. اسمي واحد من الرفاق اللي التحقوا مع الدورة، أكاديمية الشهيد فيصل أبو ليلى. طبعًا أكاديمية الشهيد فيصل أبو ليلى كانت بالشيوخ، منطقة الشيوخ، دورة عسكرية. كانت دورة عسكرية، علمونا مثلًا على السلاح، علمونا على شلون اقتحام، شلون حركة العسكري، شلون تسعف رفيقك تتصاوب، شلون تشيل الشهيد. مواصفة العسكرية كاملة أخذناها، وكسبنا من هالدورة.
طبعًا هنا عاد خلصنا الدورة، خرجنا من الدورة لقينا حملة الطبقة ماشية، قطعنا السيارات ما سيارات بالباخرة بالمي، فتنا على حملة الطبقة. كان فيها صعوبات كثيرة وكان بي قوات اليبجة كان معنا. طبعًا كانت قوات اليبجة معنا تنطينا معنويات، معنويات مثلًا نشوف الرفيقات يقتحمن قدامنا، إحنا يعني نفوت مثل ما نقول البنات عم يفوتوا، ليش إحنا ما نفوت يعني قوات اليبجة. وأخذناها آخر شي حول السد كان بيه شجر ما شجر كنا على طول كر وفر، صار مرتين كر وفر يصير بيه. تحاصرنا طبعًا غادي حوالي 5 أيام. وقاومنا يعني ما لا سلمنا حالنا لا حتى كنا ماخذين تدابيرنا كاملة يعني. طبعًا هي لمن كنا نفوت اقتحام كان بيه قدامنا ألغام كان من داعش. كان بي رفاق بعض رفاق يعرفون يفكون الألغام، كان هم يضحون بحالهم تا يفكون اللغم، يعني يقولون إحنا نفك اللغم، إحنا نعرف نفك اللغم، تا نكمل الاقتحام نكمل مشيتنا. نشوف المدنية تلاقونا فورًا يهربون من داعش يجون لعندنا، من يوصلون لعندنا يزتون اللباس الأسود، ياخذون مَيّة، نعطيهم دخان، ياخذون أكل. كان مرعوبين كثير من داعش. طبعًا هين بعد ما تحرر حملة الطبقة نزلنا استراحة على البيت. كانوا المدنية يسألونا شلون تحررت الطبقة، شلون قاومتم إنه على داعش. طبعًا أنا لمّا نشرح للمدنية كانوا ينتسبوا معنا كتير، كانوا يقولون بدنا ننتسب معكم، ناخذهم ننسبهم معنا، ونعلمهم على السلاح، وبعدين يسوون دورة عسكرية يسووها. بعدها هنا بعد حملة الطبقة عاد بعد استراحتنا مشت حملة الرقة. حملة الرقة مشت، إحنا كنا رفاق لينا مرابطين بالصحراء جنوب الرقة، جنوب الرقة الغربي. رحنا يم الرفاق بدلناهم بهذيك إحنا بدلنا الخطط الرباط، وكانت تمشي الحملة. مشينا على مجبل جبل الرقة، كان ننزل على السحل. قيادتنا قيادة الطابور انضرب بيكامو، البيكام انضرب صاروخ حراري. وصار بيه جرحى، بالبيكام. وفتنا عاد على منطقة السحل عاد حرب شوارع. طبعًا كنا نلاقي ألغام وتلاقونا المدنية، وبي رفاق من عندنا كانوا يفكون الألغام. بعد السحل عاد بعد ما خلصنا السحل فتنا على حوشة الزهراء، وكان فيها صعوبة. فتنا عند المغرب، يعني لمن المدنية فتنا على المدنية تفاجأوا بينا لما شافونا، يعني ما صدقوا إنه شافونا. ثبتنا نقاط، قاموا المدنية ياخذونا على مناطق داعش. البيت هذا فيه داعشي، هذا فيه داعشي، هذا فيه داعشي. المشلب كمان فتنا عليه. كمان زاد المدنية من تلاقونا يدلونا على المناطق اللي بداعشيين بالفلان داعشي هيك. بعد ما خلصت منطقة الشامية فتنا على ركة السمرة. فتنا عليها، ثبتنا نقاط، بلشنا مثل ما يقولوا اقتحامات. فتنا حول منطقة الساعة، دوار الساعة. كان فيها ألغام كتير، ضحينا شهداء بهذيك كتير، كان حقل ألغام. يعني القرب الفوت كان أقل شيء يستشهد منه شخصين. ومع إنه تابعنا لمن وكان نحول منطقتنا عاد، رحنا على حارة الطيار حول الدرعية، ثبتنا نقاط هناك، وبلشنا عاد نمشي اقتحامات لمن صار شارع تل أبيض. وصلنا شارع تل أبيض. كان فيها ألغام كتير، وطقنا على الشباب كتير ألغام يعني. هين صار ملعب الأسود هو ظلم بيه آخر شيء الدواعش.
عاد هنا اقتحموا علينا الدواعش وإحنا صار عندنا مصاب وكان أشيل الرفيق على ظهري، شِلت الرفيق وكان نمشي بيه نطلع من النقطة. بنفس المرحلة بدنا نقطع لورا، بدنا نرجع نفس الشارع اللي راسده الغناص. أنا عشان أرمي الرفيق اللي عندي شايله، انطيت لي الرفاق قطعوه، أنا هين قمت أغطي عليهم، قمت أغطيهم متل الغناص ما يضربهم. الرفاق قطعوا، أنا هين خلصت ذخيرة، لأنه الجعبة اللي كانت شايلها أنا شايلها واحد من الرفاق، لأنه أنا شِلت الرفيق، ما بأحسن أشيل الجعبة والرفيق. عاد الرفاق بعد ما قطعوا كمّلوا، أنا هين تصاوبوا، كنت بدي أقطع عشان يضرب تبع عمود تبع اليون تبع الشارع. أنا على حده عشان يضرب اليون، كان تصير شظايا على إيدي، هين صوبت أنا، قمت أصيح على الرفاق. الرفاق رجع لي حسين الرقاوي، الرفيق حسين الرقاوي رجع لي قام يغطي لي عشان أقطع، أنا قطعت وراه. هنا أنا صوبت بإيدي، شايل جمدانة، لفيت إيدي صحت للرفاق. الرفاق رجعوا لي، حسين الرقاوي رجع لي قام يغطي لي بالشارع، قطعت لعنده جنب القيادة. المؤازرة مشان إسعاف، لأن حكينا معهم قلنا لهم عندنا جريح وبي مصابين. الرفاق ضمدوا لي جرحي ورجعت على نفس المكان، وجاء قيادة الجبهة يقول بدك تروح على البيت، وكان أركب مع الرفاق وصلوني للبيت. هين طبعًا رُحت على البيت استراحة، ورجعت مع الجروب اللي بدل الرفاق اللي كانوا موجودين معي. وكملنا عاد اقتحامات، وكملنا تثبيت نقاط. هنا طبعًا الرفيق حسين الرقاوي اللي غطى لي المرة اللي قبل هاي استشهد بالمرحلة هاي، استشهد هو والرفيق عبدوة العريبي. الرفاق كنا عم نقتحم بألغام، عم نشوف ألغام قدامنا، بس قلنا تا نفتح الحوش حايط، قلنا نمشي بالحوش مشان ما يطقنا علينا ألغام. حطينا قنابل فتيل تا نفتح الحايط. ما مشى الحال، هنا قال الرفاق بدكم تجيبون مهدة تا نهد الحايط بيها تا نكمل اقتحام، لأن ما في غير الحل، لأن كله ألغام، بس بدنا نهد الحايط تا نكمل مسيرتنا. الرفيق كان عبدو يمي، قال أنا بدي آخذ الغزمة للرفاق، غزمة وميجنة مشان نهد الحايط. هو شالها من عندي راح وداهن واحد من الرفاق، قال بي لغم بالغرفة اللي ديروا بالكم منه يا رفاق. طلع مع اللغم هيك وطق عليهم، طق على اللغم عليهم. أنا هنا طبعًا كنت شايل قاذف البجيه، كان نزلت الغازف والحق الرفاق. الرفاق استشهد مطرح، اللغم كان إصابته خطرة بالحيل يعني بشعة. الرفيق حسين الرقاوي لسه بيه وعم يتنفس على السريع. حملت حسين الرقاوي، لما شلته كان عظامه يطقطقن، يعني اللغم مأثر عليه بالحيل. ما حطيناه بالإسعافية ما لورا، استشهد حسين الرقاوي. وعبدو طبعًا الشهيد عبدو استشهد بنفس المكان، عرفنا إنه استشهد. ثبتنا على النقاط، هين جمعوا الرقاوي قلنا كل يوم واحد يجيب اللوجستيك قطاع الشارع. طبعًا هين القناص كان راس الشارع. كل يوم واحد من الرفاق يخاطر بحاله بس تنجيب الأكل. تحررت حملة الرقة، يعني أنا كان حلمي إني أظل بالحملة لتتحرر. كنت إجازة أنا بهذيك. الرفاق خبرونا قالوا الحملة تحررت. ردوا خبرونا قالوا بدكم ترجعون على الحملة. الرفاق طالبينكم بدكم تروحون، لأن حملة كنا صحراء. كان بي رفاق دفاع ذاتي، كان داعش مقتحم عليهم، كان بي ضحايا كثير رايح، وإحنا ثبتنا بدالهم النقاط. ثبتنا نقاط بدالهم، كان يصير علينا ضغط كثير، بالنهار يجي 4-5 مرات داعش تقتحم علينا، كان يوميا يقتحمون علينا. الرفاق خبرونا مرة ثانية قال مين بده يروح على الدير؟ نظل ما عندكم بس مخيم الباغوص، مين بده يروح على الدير؟ حطيت اسمي أنا هنا مع الرفاق. طبعًا كثير رفاق جوا من عندنا من قوات المنبج. اقتحمنا على جبلة الباغوص، ثبتنا نقاط فوق المخيم. كنا نشوف شلون المخيم، شلون تصرفات داعش. ظليت 27 يوم، كان أبدل أروح على البيت. يعني جانا جروب تا يبدلنا عشان ننزل على البيت.
17 يوم بعدها رفاق ما بدلونا تحررت الدير مخيم الباغوص. قبل ما نفوت على الباغوز الرفاق خبرونا إحنا بالصحراء، قال بدنا نفوت على تنظيم أفواج. قلنا شلون نفوت تنظيم أفواج؟ قال نصير كلواء كطابور كفوج كله معسكرات. يا رفاق حكونا عن هالشي هذا. عاد لما نزلنا على البيت التحقنا على نقاطنا، الرفاق طلبونا ثبتونا بفوج بأبو كهف. فوج هناك ثبتنا. عاد خذينا تدريبات انه شلون بدنا نصير حركتنا تختلف المره، انه كصير تنظيم، فوت بالتنظيم كمجموعه كسريه احنا عندنا قائد كتيبه كقائد فوج بالتسلسل يعني. طبعا هي ظليتنا بالفوج حوالي 5 سنين، ظليت بالفوج هذا يعني. صوبت بعد ما وصلت النقطه انا والرفيق نزلنا نجيب حطب تاني على الغنار ندفع عليه. يعني نزلنا وتفجر عليه اللغم. طبعا هين بعد ما وصلت المشفى بدقائق اغموا علي. طلعت انه فقت الصبح لقيت رجلي رايحة واصبعي. ووضعي كان منيح يعني، بس انه رجلي رايحة واصبعي. اخذوني على البيت، قمت اروح مراجعة على المشفى العسكري منبج. كان العلاج كويس منيح، يعني 3 شهور 4 شهور كان جرحي طيبان ما في شيء. يعني العلاج كان كويس. كان قيادة اللواء كل ما تصير عندي مراجعة خبر ويصير يوجعني شيء خبر ويجي بس ياخذني على المشفى العسكري. وتعالجت ما طولت يعني 3 شهور 4 شهور الحمد لله وضعي صار تمام يعني، لا في جرح ولا في شيء خالص. انتقلت على بيت الجرح، المعاملة كانت كويسة يعني. كان بي رفاق يعني أصعب من حالتي. كان بي رفاق رجليهم 2 رايحين، كان بي رفاق ما يشوفون، كان بي رفاق ايديهم 2. يعني أنا لما طلعت على رفاقي يعني أنا ما فيني شيء على موجب رفاقي. تحولنا على أكاديمية الشهيد دشتي أمانوس. كل يوم كان يجينا قمسيون، خذينا عن المناضل الثوري، خذينا عن المجتمع الطبيعي، خذينا كثير دروس يعني أكثر. يعني إحنا لما صابين إحنا قلنا يعني خالصين يعني، إحنا تصاوبنا بس لما خذينا دروس إنه يعني لسه في مجال قدامنا يعني. يعني إحنا مو بس إنه شرط إنه نشيل سلاح ونقف على الجبهة، يعني نقدر ننشر فكر الغاد بين المجتمع، نسوي تدريب لرفاق، ننطي أي فكر يعني، إنه مو شرط إن أنا أشيل سلاحي وأطلع على الجبهة يعني. طبعا بي رفاق رايح إيده وبي رفاق رايح رجله وبي رفيق ما يشوف، نساعد بعضنا. طبعا هين بي عندنا بعض الرفاق بي بعضهم ما يشوفون، بي بعض من صوابير رجليهم 2، بي بعضهم إيدهم، ونساعد بعضنا يعني. روح رفاقية عالية الحمد لله بيناتنا، ونساعد بعضنا على أي شيء نقدر عليه يعني. خذينا دروس عن حقوق المرأة، عن فكر الغائد، شلون يعني التعامل مع المدنية، كيف تنشر فكر الغائد مع المدنية يعني بشكل موسع يعني. وجه رسالة لرفاقي الجرحى ورفاقي على خطوط الجبهة، إنه إحنا مشينا على فكر الغائد وبشهداء ماشيين على فكر الغائد، وإحنا ماشيين ورا شهدائنا، نقدم له نقدنا الذاتي. لحد هالمرحلة إحنا مصابين ونقدم له نقدنا الذاتي، لأنه وش ما سوينا ما نوصف فكر الغائد.